النهاردة هنتعلم نعمل شوربة البروكلي. تعالوا نشوف المقادير. دول تقريبا نص كيلو بروكلي، قطعته قطع كبيرة كده زي ما احنا شايفين. وهستعمل كمان الساق بتاع البروكلي، هقشره الأول وقطعه قطع كبيرة كده، لأنه الحقيقة بيدي طعم حلو قوي للشوربة ومفيد جدا. من البروكلي هاخد شوية صغيرين وأقطعهم قطع صغيرة جدا، هضيفها في الآخر. بالنسبة للخضار اللي هستعمله تقريبا فرعين كرفس، 150 جرام، هقطعه قطع كبيرة كده. بصلة كبيرة متقطعة برضو قطع كبيرة. بصلة صغيرة مبشورة، حوالي 3-4 فصوص توم متقطعين بالنص كده. معلقة كبيرة زبدة، معلقتين كبار نشا، ممكن استبدلهم بمعلقتين كبار دقيق، ده نشا الذرة. نص معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة ريحان، ممكن بداله بقدونس مجفف، نص معلقة صغيرة ملح. طبعا الملح هنا حسب الرغبة، انا هستعمل الشوربة دي فيها ملح، ممكن ما استعملش كل الكمية. حوالي 6 كوبايات شوربة، طبعا اي نوع، شوربة فراخ، شوربة لحمة، شوربة خضار، دي شوربة خضار. كوباية كريمة لباني، ممكن بدلها نص كوباية قشطة او كوباية ونص لبن حسب المتوفر عندنا. كريمة لباني هنا اسمها ويبنج كريم، في امريكا اسمها هيفي كريم. الشوربة دي لو حبيت اعملها صيامي هستبدل الزبدة بزبدة نباتي او ممكن زيت. هستبدل الكريمة اللباني ب3 معالق كبار كوفي ميت اللي هي بودرة القهوة، والشوربة طبعا شوربة خضار. تعالوا نشوف الطريقة. اول خطوة هعملها هسلق الخضار. هحط الشوربة كلها، المفروض 6 كوبايات. وبعد كده احط الخضار كله ما عدا البروكلي الصغير اللي انا قطعته والبصل المبشور. لو انا هستعمل خضار مفرز ما ينفعش احط الخضار المفرز في الشوربة وهي ساقعة، لازم تغلي الاول. لكن انا عندي هنا الخضار فريش، فانا هحطه على طول واستنى لما يغلي. هحط كل البروكلي والكرفس والبصل المتقطع كبير والثوم، هغطي عليها واستنى لما تغلي. اول ما تغلي ههدي النار واسيب الخضار يستوي، لازم يستوي كويس قوي لان بعد كده هضربه بالخلاط. هي كده غليت، ههدي النار خالص عشان حتى الشوربة ما تتبخرش، واسيبها تستوي لحد ما الخضار يتهري خالص. زي ما احنا شايفين الخضار استوى. هطفي النار دلوقتي واسيبها شوية تهدى قبل ما اضربها في الخلاط. لو انا مستعجلة ممكن احطها في حمام مية ساقعة. هي كده الشوربة هديت، هبتدي دلوقتي اضربها في الخلاط. حطيت كل الخضار وبقية الشوربة حجزتها، هحطها كلها مع بعض وانا بسويها على النار. هضربها دلوقتي في الخلاط لحد ما تنعم. كده كفاية زي ما احنا شايفين نعمت. هبتدي دلوقتي اسويها. في نفس الحلة هولع النار على العالي واحط الزبدة. اول ما تسيح احط البصل على طول. بعد كده احط البصل واشوحه خفيف جدا، يعني لونه بس يتغير. زي ما احنا شايفين كده لونها اتغير. هحط دلوقتي على طول الخضار وبقية الشوربة اللي هي انا صفيت منها الخضار. ما اضيفش اي حاجة الا ما تغلي، اخلي النار متوسطة.
عبال ما الشوربة تغلي اجهز النشا، احط عليه حوالي نص كوباية مية واقلبه كويس قوي عشان ما ينفعش احطه زي ما هو على الشوربة. في الوقت ده هحط كل التوابل والملح، وفي نفس الوقت اقلبه كويس واشوف الملح، لو احتاج ممكن اضيف دلوقتي. بعد ما حطيت الشوربة والتوابل اول ما تغلي ههدي النار واسيبها تغلي لمدة 5 دقايق بس عشان البصل اللي فيها يستوي. هي كده زي ما احنا شايفين غليت. هحط دلوقتي البروكلي اللي انا قطعته صغير، وانا شغالة دلوقتي النار تبقى متوسطة واستنى لما تغلي عشان ما تفرش مني. هي كده غليت. هحط دلوقتي الكريمة اللباني وبرضو استنى لما تغلي. هي كده غليت. احط اخر حاجة النشا المتقلب في المية، بس لازم اقلبه الاول. احطه على طول دلوقتي واقلب، وطبعا النار هنا ههديها لحد ما النشا يستوي. والاقيها تماسكت كده. هي هتتماسك على طول مش هتاخد وقت، بس اول ما تغلي اديها دقيقتين بس مع التقليب المستمر. كده غليت. هقلب على طول لمدة دقيقتين والنار هادية. هي كده خلاص عدى عليها دقيقتين. هقدمها دلوقتي وهي سخنة. بتتقدم طبعا سخنة مع مثلا خبز. الشوربة دي مغذية جدا ومفيدة جدا، لان البروكلي فيه فوائد كتير جدا. فيه فايبر عالي قوي ونسبة حديد. وبالهنا والشفا. اشكركم جدا والى اللقاء.